مرحبا بكم. الكثير من الناس كيبقى الهم ديالهم هو جمع الفلوس بأي طريقة، وكيظنوا باللي الفلوس هما الحياة، ماشي غير وسيلة باش تمشي هاد الحياة. وكاين الفلوس الحلال وفلوس الحرام، والناس العقلاء كيقولوا باللي فلوس الحلال كتدوم ولو كانت قليلة. هاد المقدمة كتخلينا نسمعوا لقصة هاد المواطن اللي كيحكي وكيقول بكل ندم وحاضر راسو: من فترة طويلة من الشباب ديالي ما عمري فكرت باش نخدم، يعني يكون عندي واحد المدخول إما شهري أو يومي، ولكن كنت ممتاز في انتحال أي شخصية، وبالتالي كنت ممتاز في عملية النصب والاحتيال. وبهذا الشيء بديت كنجمع الفلوس بلا ما ندير حساب لكل تبذير وخسران الفلوس، يعني كنت سقران بدرجة كبيرة. وهذه العملية ديال النصب والاحتيال كتخلي بنادم ما يداومش على الإقامة في مكان واحد لواحد المدة طويلة. هذا الشيء علاش عرفت مناطق ومدن مغربية كثيرة إنما كان بعد من العدد قليل ديال السكان والمدن الصغيرة. أما المظهر والملابس ديالي كانت ديما نقية وكتضرب على العين، ولساني كان مطلوق، وعندي واحد الطريقة سهلة في إقناع الناس وكسب الثقة ديالهم. والدي اللي كانوا ناس شعبيين وأميين ثقوا بيا ملي قلت لهم كنخدم ممثل تجاري ديال واحد الشركة، وهذا الشغل ديالي كيخليني نتنقل بزاف من مكان لمكان. ثم والحاجة المهمة وهي اللي خصني نذكرها لكم ونقول باللي عمري ما فكرت نفتح حساب في أي بنك باش ما نتعرفش ونتفضح، وكنت كندير الفلوس اللي كنجمع في كرش واحد المضربة ديال السداري وبخبار أمي وحدة. وحتى البطاقة الوطنية ديالي ما كنتش كنبدلها ملي كيفوت الوقت ديالها. هادشي من جملة الاحتياطات اللي كنعمل حيت كان عندي واحد الهدف خصني نوصل ليه. حتى الآن شفنا باللي كل الاحتياطات ديال هذا المواطن اللي كيحكي لنا قصته باش تكون ناجحة، وحاول باش يسد كل باب يدخل منه الريح، يعني كان حاضي راسو بشلة قياس باش ما يسقطش ويطيح في الفخ اللي منصوب ليه. إنما باش نكونوا مهتمين بهذه القصة نفضلوا باش نسمعوها ونحكموا ونخليوه مرة أخرى يقول. من طبيعة الحال أي مجرم لابد ليه ما يستعن بشخص أو أشخاص، وأنا كنت كنعتمد على واحد الشاب اللي استطعت نجره لهذا العمل، حيث كان شخص كيتكلم 4 ديال اللغات تعلمهم بالتجربة، وكان في الأول كيشتغل مع خالو كبحار والصياد ديال الحوت. المهم اشتغلنا جميع في خفاء على أهلنا والمعارف ديالنا، زدنا في الأعمار وندجنا كثير، ولكن بقات فينا هاد اللولة ديال النصب والاحتيال وجميع الفلوس. ثم كان هاد الشخص هو سببي حتى تغيرت حياتي. واحد النهار كنا في الدار وحدنا، حيت والديا كانوا في العروبية باش يقضيو بعض المصالح ديالهم في كل وقت الصيف. هاد الشخص كان كتبان عليه علامات الضعف والمرض، ولكن سولني بكل بساطة وأنا جاوبته بكل صراحة. قال لي: شحال في تقديري أو بالضبط نكون جمعت ديال الفلوس؟ وكون كان واحد آخر غادي يدخلوا الشك، ولكن أنا جاني سؤال عادي وخبرته باللي جمعت واحد المبلغ كبير، وقلت المبلغ اللي وصلت ليه. إنما ما جاش العجب، وبكل هدوء قال لي باللي كيحس باللي المرض ديالو غادي يديه، ولو أن والديه مخبين عليه. هو عارف باللي مرض السرطان ما غاديش يخلي ليه حتى شي فرصة. على العموم طلب مني باش نحط فلوسي في شي حاجة اللي ما فيها حتى شي خطر على الحرية ديالي، وقال لي بكل هدوء وباين باللي هي نصيحة من قلبه. ونقول لكم باللي كنت كنفكر في القضية، كان غير خصني الوقت المناسب، وكلام صاحبي زاد شجعني ودرت براسي بحال اللي ما سمعتش ليه مزيان، إنما النصيحة دخلات لمخي وعملت الخدمة ديالها في نفسي. شحال من واحد تغيرات حياته وتقلبات راس على عقب بفضل نصيحة جاية من واحد الشخص، سواء كيقصد أو ما كيقصدش.
انما هذا السيد كان غير كيتسنى شكون اللي يبدا ليه، لكن واش عمل بالنصيحه ولا هذا ما غادي نعرفوه من الحكايه ديالو ونخليوه يكمل ويقول. في الحقيقه وقفت على الخدمه ديال النصب والاحتيال، وبقيت غير كنفكر في النصيحه ديال صديقي. هذا الصديق اللي مرض السرطان ديال الحنجره اللي كانت السيجاره هي السبب وما خلاهش يطول، ولكن حكم عليه بالموت. هذا الموت اللي خلاني نراجع نفسي ونفكر في نصيحه المرحوم صاحبي. في هذه المده قررت باش تكون الوضعيه القانونيه ديالي صحيحه، واللي عاونني بزاف هو التغيير سميتي والهويه ديالي في كل مره. المهم ومن بعد واحد التفكير قررت باش نشتغل في الحلال، الفلوس الحرام اللي جمعت سنين وسنين، ودخلت للميدان ديال البيع والشراء في الاراضي، وبالخصوص الاراضي اللي خاصه بالبناء، وهي عمليه مربحه ولو كانت متعبه وخاصه بزاف ديال المعارف والسماسره اللي بسرعه وبالخبره ديالي استطعت نتعرف عليهم. الحاصول اذا كانوا عندك الفلوس كتار تلقى الطريق في البحر. تبحرت كتير في البيع والشراء ديال الاراضي حتى وليت معروف، انما كنت نزيه ومعقول وطويت الماضي الخايب ديالي. واللي عاونني بزاف هو انتقالي لمدينه القنيطره اللي ما يعرف حتى واحد فيها على الماضي ديالي، ولكن والديا فضلوا باش ما يمشوش معايا على اساس باش نبقى نزورهم خفيه مره. وفي واحد الليله اللي ما كنتمناها حتى لشي واحد وهي سبب السقوط ديالي، انفرطت فيها في المحل ديال السكنه ديالي مع واحد اللي هو سمسار في ميدان البيع والشراء ديال الاراضي، وما كنتش كنظن باللي كيتعاون مع جهاز الامن من اجل المتابعه ديال المجرمين. وفي الحقيقه هذا الشيء مهم، وهو التعاون من اجل مكافحه الجريمه. الحياه كلها وبالخصوص الاحداث ديالها كتعتمد على الاسباب، حيث كل حدث اما عنده سبب او اسباب اللي كتخلي الاحداث تكون وتجمع الانسان، اما جزء ديال هذه الاحداث او هو اللي كيصنعوه. شحال من مره ما كنكونوش فايقين او عارفين هذه الاسباب. واش هذا المواطن اللي كيحكي لنا القصه ديالو هو اللي اختار السبب او مشى حتى لعنده؟ هذا الشيء غادي نعرفوه من كمالة ديال القصه اللي مولاها باقي كيزيد ويقول. السيد اللي فضل باش يدوز معايا الليل في داري كان ناوي يكون نسيبي، يعني كنت ناوي نزوج بنت خوه، ولكن جاب معاه بعض الطروفه ديال الحشيش اللي عمري ما استعملته، وبقى عليا حتى شاركته في هذه المصيبه. الشيء اللي خلاني نحكي ليه على كل شيء اللي دوز في حياتي من الاول حتى الاخر، وبلا ما نشعر. والاهم وريته حتى الخزينه ديال الفلوس اللي عنده في الدار، يعني الكفر ديال الحديد، ثم خليته محلول وفيه مبلغ كبير ديال الفلوس، ودفعني باش نسني ليه شيك فيه الفلوس كثيره بالاسم ديال بنت خوه اللي غادا تكون زوجتي. ثم ما حسيتش براسي حتى نعست. في الصباح ما لقيتش السيد اللي دوز معايا الليل، واستطاع باش يعطيني سلة الحشيش لأول مرة في حياتي، وتفقدت كل حوايجي، ولقيت باللي الكفر ديالي ولا خاوي وما فيه ولا درهم. ثم جاتني الدوخة وما عرفت ما ندير. اتصلت بالسيد بالتليفون لقيته طافيه، وبلا ما نفكر قصت الأماكن اللي يمكن يكون فيها، وما لقيتش ليه حتى أثر. ونسيت قضية الشيك اللي كان خصني نعلم به الوكالة البنكية. ما نخزنش عليكم، تقلبات الدنيا في وجهي وغابت عليا الشهية ديال الماكلة. دازت عليا واحد اليومين بحال شي عامين، لا ماكلة لا نعاس. وفي واحد الليلة مع الزوج ديال الصباح سمعت الدقان في الباب، ظنيتو السيد من على الشيطان ورجع. استسلمت ليهم حيت ما بقى عندي حتى شي جهد، واكثر من هذا عاونوني حتى لبست حوايجي ومشيت معاهم بلا ما نقول حتى كلمه، حيت غاب عليا لساني وحتى الكلام. كل حاجه زينه او خايبه الا وعندها النهايه ديالها، وشحال صعيب بنادم يكون راسو يولي رجلين، انما اللي دار شي يلقاه عاجلا او اجلا. ونقولوا كما كيقولوا سيادنا الولا، سعدات كفاعل الخير. المهم ها احنا تقريبا عرفنا النهايه ديال هذا المواطن
اللي كيحكي لنا قصته، ولكن نخليوه يكملها بنفسه. كيقول: في التحقيق جبدوا لي كل شيء وعرفت كل الشكايات ديال سنين وسنين، وما كان عليا غير نعترف، حيت ما عندي ما نقول قدام الأدلة والملفات اللي تحطات قدامي. وحتى والدي ينكروا باللي ما كانوا عارفين عليا والو، حيت أنا كنزورهم غير مرة، وجابوا الجيران والمعارف باش يشهدوا، وحضروا جميع الضحايا اللي حطوا الشكاوي ديالهم في مختلف المدن المغربية، وما كان عليا غير نعترف. وكل الضحايا خذوا التعويضات ديالهم بإذن من المحكمة، وباختصار أنا في الحبس وما بقى عندي والو من الفلوس، واللي حرتوا الجمل دكو، وفلوس الحرام ما كيدوموش. ونهار نخرج من الحبس باش غادي نواجه الحياة، ما عرفت. كل من دار الذنب يستاهل العقوبة، وفلوس الحرام بلا عرق الجبهة ولا مجهود ديال الخدمة د الحلال ما كيدوموش. وفي القصة ديال هاد المواطن كنلقاو فيها أكبر دليل، ونخليو الحكم كله لكم. وإلى اللقاء مع قصة جديدة من قصة مواطن، مع تحايا أنور حكيم. إلى اللقاء.